نعم. قلقت امتى النهارده يا مرتضى بيه، او شعرت ان ربما المباراه لا قدر الله تطير من نادي الزمالك؟ انا قلقت في الشوط الاولاني. وما عجبنيش منظر احمد عيد عبد الملك واعتراضه على الحكم. فانا طبعا بقالي فتره بتفرج في البيت، علشان تفاكر برضو ماتش كوفي والمشكله اللي حصلت لما انفعلت وكان في كاميرا محمد نصر تقريبا كان حاططها لي، فانا عشان اتقي شر محمد نصر بقعد في البيت بقعد في البيت دلوقتي اتفرج. صحيح. انا كلمت المستشار احمد جلال وقلت له من فضلك انت وهاني زاده تنزلوا فورا بين الشوطين تقولوا للعيبه الاتي، ده مش تدخل في العمل الفني خالص، من فضلكم ايا كانت نتيجه المباراه اهدوا، بينك وبين الحكم متر. الحكم يحسب بلانتي، يحسب جون، يحسب اوفسايد، اوعى تيجي ناحيه الحكم يقول لك متر. ان المنظر انا مش عايز منظر فتوات، انا عايز منظر اداريين، عايز منظر اداري، مدير فني، لعيبه في الملعب، جمهور شكلهم محترم يليق بنادي الزمالك. نعم. وفعلا نزل اول مره، يمكن تحصل الكلام ده من ساعه ما توليت المسؤوليه سواء 2005 او دلوقتي، واعتبرش ده تدخل فني، وده ما كانش دوري على فكره، ده دور حد ثاني ما عملوش. قلت لهم اللعيبه تهدى، ما فيش تعرف لعيبه سانجا كانت بتلعب عنف شويه. صحيح. رد فعلك ما يبقاش زيه، لان ممكن تنطرد، انت ما تضمنش الحكم. اثنين، مش عايز شكلك الدنيا كلها بتنقل الماتش، مش عايز شكل الزمالك دول ناس فتوات جايين يتخانقوا. ابعد عن الحكم كده قلت لهم ابعد متر. حضرتك شفتهم الشوط الثاني هاديين. ده اللحظات الوحيده اللي خفت فيها على الزمالك ولا في الشوط الثاني؟ واخر 10 دقائق طبعا. اخر 10 دقائق لما جه الجون، وعايز اقول الناس يقول لك احمد الشناوي جه جون، ما هو ده طبيعي، احمد الشناوي يصد جوان ويجي فيه جوان. صحيح. واخد بالك؟ فلما جه الجون طبعا خلاص كده يبقى سانجا عدت وفاضل 10 دقائق، لكن لعيبه الرجاله بس